بسيط من حي شعبي في القاهرة. كان معروف بين الناس بأخلاقه الطيبة وشطارته في شغله. اتجوز بنت من الحي وفكر إنه لقي نصه التاني، حياته هتكون سعيدة. لكن بعد فترة قصيرة بدأ يلاحظ تغيير غريب في سلوك زوجته، لحد ما اكتشف الصدمة الكبيرة. حابب تعرف قصة أشرف مع الفاتنة؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2021 أشرف ميكانيكي شاطر متجوز وعنده ولدين. حياته كانت يعني شبه مستقرة. بس قبل ما نحكي القصة خلينا نرجع شوية لورا. أشرف الميكانيكي المعروف في حيه الصغير في القاهرة شاب طموح. رغم الظروف الصعبة اللي اتولد فيها، أبوه كان شغال في مصنع صغير للعدد والآلات الزراعية. أمه كانت ست بيت بتكافح علشان تدبر أمور البيت. كانت الحياة مش سهلة عليهم. كان معاه أخين وأخت كلهم أصغر منه. نشأة أشرف كانت مليانة غلب وشقة. أبوه كان دايما بيحاول يعلمه إن لازم يعتمد على نفسه في الدنيا. ورغم قلة الفلوس أبوه كان بيحب شغله جدا. بيحاول يزرع في أشرف نفس الروح. كان ياخده معاه الورشة أحيانا لما يكون في شغل بعد ساعات المصنع. ده كان بداية حب أشرف للميكانيكا. أمه كانت دايما بتدعيله وبتحبه وبتشجعه على الدراسة، لكن الظروف ما سمحتش إنه يكمل تعليمه زي ما كانت بتتمنى. مع تدهور حالة أبوه الصحية بسبب شغل المصنع المتعب، بقى لازم حد يساعد في مصاريف البيت. أشرف حس بالمسؤولية من وهو صغير، ولما وصل للمرحلة الثانوية قرر إنه لازم يسند أبوه وأمه. رغم إنه هو كان متفوق في الدراسة وكان نفسه يكمل، لكن ظروفه فرضت عليه إنه يسيب المدرسة يبدأ يشتغل في ورشة صغيرة جنب البيت. كان بيشتغل الصبح ويروح البيت بالليل تعبان، بس كان عنده إصرار إنه يساعد أهله ويحسن من حياتهم بأي طريقة. أشرف بدأ ياخد خبرة ومهارات كتير في الميكانيكا بسرعة، وورشة الميكانيكا اللي اشتغل فيها بقت تعتمد عليه بشكل كبير جدا. فضل أشرف يشتغل بجد واجتهاد في الورشة وبدأ يبني لنفسه اسم كويس في الحي. بقى معروف بمهارته في تصليح العربيات. أصحاب العربيات كانوا بيجيبوه علشان شطارته وطيبة قلبه. مع مرور السنين وحالته المادية اتحسنت شوية، بقى عنده أمل إن هو يبتدي يفكر في حياته الشخصية ويتجوز. لما وصل سنه 24 سنة بدأ الناس في الحي يقولوا له إنه لازم يتجوز، وكان كل اللي يعرفوه شايفين إنه هو شاب مكافح مناسب إنه يتجوز يأسس بيت. في الوقت ده سمع عن بنت اسمها فاتن، بنت عايشة في نفس الحي. دايما كانت توصف بأنها الجميلة الفاتنة وسط البنات. كان كل اللي شافها بيتكلم عن جمالها الهادي وشخصيتها الرقيقة. اللي معروف عنها إن فاتن كانت بنت عايشة مع أهلها اللي كانوا معروفين بشدتهم معاها. كانوا بيربوها تربية شديدة، كانوا دايما خايفين عليها من أي حاجة، فكانوا بيحدوا من حريتها كتير. رغم كده كانت فاتن بنت طيبة، ويقولوا إن هي حنونة، والكل كان بيحبها ويحترمها في الحياة. لما أشرف سمع عن الفاتنة ابتدى يسأل عنها أكتر. الناس اللي يعرفوها قالوا له إن هي بنت ممتازة تستاهل حد زيه. كان عنده فضول يعرفها عن قرب. قرر إن هو يخلي حد من أهله يكلم عيلتها. أشرف قرر إنه يتقدم لفاتن بعد ما سمع عنها كل خير. بالفعل راح هو وأهله لعيلة فاتن وطلبوا إذن. رغم إنه كان شاب مكافح وشغله في الميكانيكا جايب له سمعة كويسة في الحي وشوية فلوس، إلا إن فاتن ما كانتش مقتنعة بيه من الأول. بالنسبة ليها كان فرق التعليم والشهادة حاجة كبيرة. كانت شايفة إن أشرف مش مناسب ليها. كانت بتحلم إن هي ترتبط بحد بشهادة عليا، شغل مكتبي مش ورشة ميكانيكا. لكن أبوها وأمها اللي كانوا عايزين يضمنوا ليها استقرار وسعادة ضغطوا عليها. هما كانوا شايفين إن أشرف شخص مكافح بيشتغل بجد، وده الأهم بالنسبة ليهم. كانوا فاهمين إن الشهادة مش كل حاجة، إن الأخلاق والشغل الحلال هو اللي بيبني بيت سعيد. فاتن تحت ضغط أهلها وافقت في النهاية، لكنها كانت مكسورة المشاعر من جواها، وده كان بداية المشاكل.
بعد الجواز بفترة بدأ أشرف يحس إن حياته مش زي ما كان بيتخيل. فاتن كانت دايما متحفظة في التعامل معاه، ما كانتش بتحس بتقدير لشغله أو لتعبه في الورشة. كل يوم كان بيرجع البيت بعد شغل طويل ومتعب يلاقيها زعلانة أو متضايقة. كانت دايما تلمح إنه لو كان معاها حد بشهادة كانت حياتها هتبقى أحسن. أشرف كان بيحاول بكل طاقته إن يخلي حياتهم سعيدة. كان بيشتري ليها هدايا بسيطة، بيحاول يخرجها يغير جو، لكن مفيش حاجة كانت بترضيها. هي كانت شايفة إنه مهما عمل مش هتقدر تعيش حياة زي اللي كانت بتحلم بيها مع شخص معاه شهادة وقاعد على مكتب. مع مرور الوقت بدأت المشاكل تزيد. كل ما يحصل نقاش بينهم كانت بتفكره إنه مجرد ميكانيكي، إن هي تستحق حد أحسن منه. رغم كل الحب اللي كان عنده ليها بقى حاسس بالتعب النفسي. كان شايف إنه كل اللي بيعمله مش كفاية، إنه مهما تعب واشتغل عمره ما هيقدر يغير رأيها فيه. مع مرور الوقت بدأت الأمور تتفاقم بين أشرف وفاتن. لاحظ أشرف إن فاتن دايما مشغولة بالموبايل، دايما ماسكة التليفون طول الوقت، حتى في الأوقات اللي كان بيتمنى يقعدوا مع بعض يتكلموا أو يشوفوا حل لمشاكلهم. في البداية كان فاكر إنه مجرد محاولة منها للهروب من الضغوط أو الملل اللي هي عايشاه، لكن الوضع بقى متكرر. حس إن في حاجة مش طبيعية، في حاجة غلط. أشرف كان بيحاول يكون صبور، لكنه بدأ ياخد باله إن فاتن دايما بتبعت رسائل لحد في وقت متأخر في الليل، خصوصا لما يكون هو نايم أو مشغول بشغله. مرة من المرات صحي بالليل ولقي نور الموبايل منور جنبها. كانت فاتن غرقانة في محادثة. بدأ الشك يدخل قلبه، لكنه فضل ساكت بيحاول يقنع نفسه إن ممكن يكون الموضوع عادي مفيهوش حاجة. لكن الفضول والشك كان بيزيد يوم عن يوم، لغاية ما قرر إن هو يواجهها، يسألها هي بتتكلم مع مين طول الوقت. في الأول حاولت تلف وتدور وتقول إن مفيش حاجة مهمة، لكن بعد ما الضغط زاد عليها اضطرت تعترف بالحقيقة. قالت له بكل بجاحة إن هي بتتكلم مع شخص كانت بتحبه من زمان قبل ما تتجوزه، إن هما كانوا على علاقة قبل الجواز. رغم إن هي اتجوزت أشرف بناء على رغبة أهلها، إلا إنها ما قدرتش تنسى الشخص ده، وكانوا بيتكلموا مع بعض في السر. كلامهم كان بيتجدد دايما في الليل لما أشرف يكون نايم أو بعيد عنه. أشرف كان مصدوم، عمره ما كان يتخيل إن فاتن تخونه بالشكل ده، حتى لو كان مجرد رسائل. حس إن كل تعبه وصبره على تصرفاتها راح هدر بعد ما اكتشف أشرف إن الفاتنة بتتكلم مع الشخص اللي كانت بتحبه. كانت العلاقة بينهم بتزداد سوء. حاول أشرف يصلح الأمور ويسترجع الثقة اللي انكسرت بينهم، لكن فاتن فضلت زي ما هي، مش مهتمية بيه ولا بأي محاولة منه لتحسين علاقته. في الوقت ده كانت فاتن مش بس بتتكلم مع حبيبها القديم اللي اسمه سيد، لكنها بدأت تعمل حاجة أخطر بكتير. أشرف كان ملاحظ إن في أوقات كتيرة بيحس بتعب شديد بعد ما يشرب الشاي اللي فاتن بتعمله له. كان بينام نوم عميق جدا ومش بيصحى إلا الصبح، كأنه مغمى عليه. في يوم من الأيام بالصدفة اكتشف أشرف الحقيقة المرة. فاتن كانت بتحط له منوم في الشاي كل ليلة. بعد ما ينام كانت بتجيب سيد لعندها في الشقة. كانوا بيستغلوا نومه العميق علشان يعملوا الحاجات الشمال في بيته وهو نايم جنبيهم مش حاسس بأي حاجة. الأمر ده كان بمثابة صدمة كبيرة لأشرف. ما كانش يتخيل أبدا إن الشخص اللي ائتمنوا على بيته وحياته ممكن يخونه بالشكل الحقير ده. اكتشف إن كل محاولاته لإصلاح العلاقة مع فاتن كانت من غير جدوى، لأنها كانت بتخونه في قلب بيته، في وجوده وهو نايم ومغيب بسبب المنوم اللي كانت بتحطه له في الشاي. أشرف كان حاسس بالغضب، بالحزن، بالخذلان العميق. فضل فترة يفكر إزاي يتصرف، لكن كان عارف إن حياته مع الفاتنة ما ينفعش تكمل بعد اللي حصل. فاتن بعد ما حست إن أشرف بدأ يكتشف أكتر عن خيانتها وعلاقتها بسيد، قررت تاخد خطوة أخطر بكتير. هي وسيد بدأوا يخططوا إن هما يتخلصوا من أشرف المسكين علشان يقدروا يعيشوا مع بعض من غير أي تهديد. فاتن وسيد قعدوا يفكروا في خطة شيطانية
كانوا عارفين إن الوقت المثالي لتنفيذها هو لما أشرف يكون نايم بعد ما تشربوا الشاي اللي فيه الموت. الخطة كانت إن هما يستغلوا نومه العميق ده ويتخلصوا منه بشكل يبان طبيعي علشان محدش يشك فيه. في ليلة من الليالي فاتن جهزت الشاي زي ما كانت بتعمل كل مرة، حطت فيه جرعة قوية من المنوم. أشرف كعادته شرب الشاي، حس بالتعب الشديد، راح في نوم عميق. كانت دي اللحظة اللي فاتن وسيد مستنيينها. سيد دخل الشقة بعد ما اتأكد إن أشرف نام تماما. هما كانوا مخططين إن هما يخنقوه، يخلوا الموضوع يبان كأنه حادثة بسيطة أو مشكلة صحية علشان محدش يشك فيه. سيد جاب معاه حبل وكان جاهز لتنفيذ الجريمة. فاتن كانت واقفة بتراقب الموقف وقلبها بارد. هي متأكدة إن ده الحل الوحيد اللي هينهي معاناتها، يخليها تعيش مع سيد من غير خوف أو قلق. لكن اللحظة الحاسمة حصل شيء ما كانوش متوقعين. رغم ان المنوم كان قوي، اشرف حس بحاجة غلط قبل ما يغمى عليه تماما. لما سيد قرب منه حاول يتحرك لكن جسمه كان تقيل. عينيه فتحوا بشكل جزئي، شاف سيد واقف قدامه بالحبل وفاتن واقفة ورا بتراقب. في اللحظة دي رغم ضعفه الشديد أدرك أشرف إن هم ناويين يقتلوه. بعد ما حاول أشرف يقاوم، سيد ما ترددش وضربه على راسه بقوة، فوقع أشرف مغمى عليه. فاتن وسيد كانوا مقتنعين إن الضربة دي كافية علشان تقضي عليه. لفوه في الملاية بسرعة علشان ما يسيبوش أي أثر. قرروا ياخدوا جثته ويرموها في مصرف صحي بعيد عن الحي علشان محدش يلاقيه ولا يشك فيهم. الليلة دي كانت مظلمة وهادية. خدوا أشرف بالسيارة لمكان فيه مصرف مائي مهجور بعيد عن الأنظار. كانوا متأكدين إن هما لو رموه هناك المية دي هتغطيه وهيبقى من الصعب جدا على أي حد يكتشف جثته. رموه في المية وراحوا بسرعة، معتقدين إن هما اتخلصوا منه للأبد وإن خطتهم الشيطانية نجحت. لكن القدر كان مخبي ليهم مفاجأة ما كانتش على بالهم أبدا. بعد فترة قصيرة من رمي جثة أشرف، كان في صياد بسيط بيعدي بالمكان ده في وقت الفجر، بيدور على مكان هادي يصطاد فيه. هو ماشي جنب المصرف لقي حاجة غريبة بتتحرك في المية. في الأول افتكر إن هي حيوان أو حاجة علقانة في حاجة، لكن لما ركز أكتر شاف إن جسم إنسان ملفوف في ملاية. الصياد بدأ يقرب بسرعة وهو في حالة صدمة. حاول يسحب الجسم لبره المية، ولما طلعه اكتشف إن الجسم لسه بيتحرك بشكل ضعيف، وعرف إن الشخص ده لسه فيه نفس. كان أشرف رغم الضربة اللي خدها ورغم ما كان مغشي عليه إلا إنه لسه عايش. الصياد قدر يسحب أشرف بعيد عن المية. ابتدى يحاول يساعده يفوقه بالتدريج. بدأ أشرف يفتح عينيه بصعوبة رغم الضعف الشديد اللي كان فيه، كان لسه حي. الصياد أدرك إنه لازم يتصرف بسرعة علشان ينقذ حياته. أخده لمكان بعيد آمن عن المصرف واستدعى المساعدة. كانت في البداية نجاة أشرف من محاولة القتل البشعة اللي خططت ليها فاتن وسيد. بعد ما قضى أشرف أسبوع كامل عند الصياد اللي أنقذه، جسمه بدأ يتعافى ومعاه بدأ يسترجع كل قواه، لكن الألم النفسي اللي كان حاسس بيه كان أكبر بكتير من أي جرح جسدي. طول الأسبوع ده كان أشرف بيفكر في اللي حصل وفي الخيانة اللي عاشها من أقرب الناس ليه، من فاتن والراجل اللي كان بيعتبره تهديد لحياته. بعد ما قرر انه لازم يواجه كل شيء، رجع اشرف للبيت. كان عارف ان وجوده هيكون مفاجأة صادمة لفاتن وسيد، لكن ما كانش عنده خوف. كل اللي كان جواه رغبة في المواجهة. اول ما فتح الباب ودخل الشقة صمت المكان كله. كانت فاتن وسيد ما كانوش مستعدين يشوفوه مرة تانية واقف قدامهم. لما فاتن شافته قدامها عينيها اتسعت من الصدمة والرعب. ما كانتش مصدقة ان واقف قدامها حي بعد ما كانت متأكدة ان هما اتخلصوا منه للأبد. ضربات قلبها بدأت تزيد وفجأة بدون تفكير جريت بسرعة ناحية البلكونة وهي في حالة من الذعر والندم. قبل ما حد يلحقها أو يحاول يمسكها رمت نفسها من الدور الخامس. لحظة صادمة.
جسمها وقع على الأرض بقوة، انتهت حياتها في لحظة مأساوية. أما سيد اللي كان في حالة من الذهول لقي نفسه في مواجهة أشرف. سيد حاول يدافع عن نفسه ويبرر اللي عمله، لكن أشرف كان أقوى منه لأنه كان مليان غضب ورغبة في الانتقام. مسكه وفضل يضرب فيه بكل حاجة حواليه لغاية ما سيد مات. والناس طلعت على الصوت ولقيوا أشرف قاعد جنب الجثة وبيقول قتلت الخاين وملحقتش أقتل الخاينة. كانت هنا طبعا النهاية، ولما جت الشرطة لغاية دلوقتي ما اتحكمش عليه وخلصت قصتنا. بس قصصنا لسه ما خلصتش. كان معاكم عمرو سليمان، في أمان، مع السلامة.